السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة ستة الجامدين. النهاردة معادنا مع الجرامر أول يونت في الترم التاني. هناخد ال prepositions of place حروف الجر الخاصة بالمكان، وهناخد كمان الماضي البسيط. درس سهل جدا جدا ولكن فيه شوية تريكات عايزك تبقى عارفها. أول حاجة حروف الجر الخاصة بالمكان دي احنا خدناها قبل كده لو تفتكر في سنة رابعة. طبعا الحاجات دي بتحفظ on على in في under تحت behind خلف next to بجانب، وخد بالك ان ممكن يجيب لك to ويكتب لك قبلها behind فانت تقول له لا next to. ده التصحيح الخطأ اللي بيجي فيها. امام in front of، و in front of دي اللي متكونه من 3 اقسام، ممكن يجيب لك on front of ويقول لك صحح فانت هتقول له in front of. خد بالك من next to دايما بيجيب عليها الاسئله، و in front of. اخر واحده between، ودي مهمة جدا اللي هي باينة. طبعا اكيد حاجة باينة اكيد بين حاجة وحاجة، فهتلاقي في and تملي او to. هنشوف ازاي بيبقى شكلها عامل ازاي between بالذات. The cat القطة is between the car and the bike، يعني القطة ما بين الكار والبايك. بص ما بين باينة شيء and شيء تاني، يبقى خد بالك ان between بتربط ما بين حاجة وحاجة، فهتلاقي and في الجملة فهتختار between. My house is between two trees، البيت بتاعي ما بين شجرتين، يبقى خد بالك لو قالك برضو two او the two trees يبقى هو يقصد حاجتين، يبقى بين حاجتين، فهتختار ساعتها ايه between. شكلها بيبقى عامل ازاي في السؤال؟ بيقول لك مثلا the library المكتبة is behind to the computer room، بجانب المفروض بقى في to اهي. ازاي behind to مفيش؟ مين اللي بيجي معاه to؟ هي الوحيدة next، يبقى هختارها هكتب له كده ايه next. يبقى انت لازم تقرا الجملة للآخر عشان تعرف تكرر. He is standing هو قاعد on front of the gate، يبقى المفروض ان هو قاعد قدام ايه البوابة. front of هي بتبقى on؟ لا بتتقال in front of، يبقى هقول له ايه in. their house البيت بتاعهم is under the bank and the park، البنك والايه والحديقة. and اهي احنا قلنا and لما بتيجي بختار مين؟ بختار between اللي هي باينة ما بين حاجة وحاجة زي ما اتفقنا، هروح جاي كاتب له ايه between. خد بالك من النقطة دي وخد بالك من and. there is a photo يوجد صورة in the wall جوه الحيطة كده، يعني في صورة جوه الحيطة ولا على الحيطة؟ هي المفروض تبقى ايه on the wall. we always احنا دايما put water بنحط المية for birds للطيور behind to the window، behind خلف إلى ايه خلف إلى ايه الكلام الهزار ده؟ طبعا to بيجي معاها ايه المفروض next to، هروح جاي كاتب له ايه next to. هندخل دلوقتي بقى على الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط، وده اللي فيه شوية تريكات مهمة جدا عايزك تركز معايا فيها. The past simple tense ده حدث في الماضي وانتهى، خد بالك ان دي حاجة خلصت خلاص. زي مثلا لما بنقول play يلعب، لما بنتكلم في الماضي البسيط بنقول played لعب. طب invite هنضيف لها اي دي برضه يا مستر؟ هي اخرها اي، هضيف لها دي بس. يبقى لما يجي لك verb اخره اي بتضيف له دي بس في الاخر مش اي دي. طيب لو فعل بقى اخره واي، بص على اللي قبله، لو اللي قبله ساكن شايف ده حرف ساكن ار، اي حرف غير A E I O U يبقى ساكن. بشيل الواي واحط I E D. cry cried، وبتمشي على برضو باقي الافعال. طيب هنا play ما هي اخرها واي يا مستر ولكن قبلها حرف متحرك A، فبضيف اي دي عادي. خد بالك من النقطه دي كويس جدا. الواي بص قبلها لقيت قبلها متحرك A E I O U بتضيف الاي دي عادي. لقيت قبلها ساكن اي حرف تاني بقى غير الخمسه اللي انا قلتهم بتشيل الواي وتحط اي اي دي. زي مثلا الجمله هتبقى we played tennis yesterday، احنا لعبنا تنس امبارح. ما ينفعش اقول we play، ينفع اقول نحن نلعب تنس امبارح ولا لعبنا، فبالتالي بقول played بحط التصريف التاني. في بقى عندنا افعال غير منتظمه بقى ولا بتنتهي باي دي ولا دي ولا اي دي، بتحفظ كما هي زي الافعال اللي احنا بناخدها في المنهج. يعني زي جو مثلا الماضي بتاعها ما بضيفلوش اي دي بتبقى went على طول.
ذهب. buy يشتري، الماضي بتاعها bought. take يأخذ، الماضي بتاعها took. win يفوز، الماضي بتاعها won، فاز. I went to the zoo last year. أنا ذهبت لحديقة الحيوانات last year يعني السنة اللي فاتت. هنا في last year يعني حاجة بتدل إن أنا في الماضي، عشان كده بقول went ما بقولش جو. اوعى تروح قايل له جو، لا جو غلط، ما ينفعش. طبعا اللي قال اديني حاجة تعرفني إن أنا في الماضي جامد جدا. هتلاقي مثلا in the past. in the past يعني في الماضي، حاجة بتقول لك في الماضي، هستخدم تصريف تاني. هتلاقي كلمة last week last year last month يعني الأسبوع اللي فات، السنة اللي فاتت. last month الشهر اللي فات. ago يعني منذ، بتلاقي الوقت قبلها مش بعدها، يعني 2 hours ago يعني من ساعتين فاتوا. in وسنة قديمة. سنة قديمة يعني سنة فاتت من الآخر، يعني in 2020 احنا في 2025. yesterday يعني امس، امبارح، دي طبعا باينه جدا ان هي بتدل برضه على الماضي. طب انا هحفظها ازاي؟ احفظها كده in the past last ago in yesterday. in the past last ago in yesterday. لو شفت حاجه من دول بتحط ايه؟ التصريف التاني اهو، التصريف الثاني. بحط التصريف التاني، اوعى تنسى ما بتحطش الانفينيتيف خالص. طيب بص كده للحاجات دي برضو am و is. لو لقيت حاجة بقى اللي هي من دول، من الحلوين دول in the past last ago in yesterday، بتخليها was. يبقى لو شفت am ما بين قوسين بتخليها was لو انت في الماضي، او is بتخليها was. طب are بتبقى were. يبقى am is بتبقى was، are بتبقى were. have or has بتبقى had. يعني لو قال لك I have an apple yesterday، لا هتقول له I had an apple yesterday. يبقى الاتنين دول التصريف التاني بتاعهم had. ركز بقى يا جامد ويا جامدة في حالة النفي. في حالة النفي هنا بقى بعمل ايه في حالة النفي؟ لو انا عايز اقول بقى انا ما روحتش، انا ما عملتش حاجة في الماضي بقى. طيب ماشي، بستخدم didn't والانفينيتيف. didn't والمصدر على طول. didn't والمصدر. مصدر يا مستر انت مش لسه قايل لي تصريف تاني؟ ما هي didn't موجوده. didn't بيجي معاها فعل في المصدر. زي مثلا لو قلنا I bought a dress yesterday، انا اشتريت فستان امبارح. yesterday امبارح، عشان كده قلنا bought ما قلناش buy. دي جمله مثبته عاديه ما فيهاش مشكله. طب لو عايز انفيها بقى، عايز اقول انا ما اشتريتش فستان، هقول I عادي واحط ايه؟ واحط didn't والمصدر اهي الجميله دي didn't والمصدر. هقول I didn't وبوت هتبقى buy. I didn't buy a dress yesterday. يبقى لو حطيت didn't بتحط المصدر، didn't معاها مصدر على طول. زي مثلا انا ما نظفتش الغرفه امبارح، او انا ما نظفتش الغرفه بس I didn't clean the room. بص didn't وclean. طيب ما بقولش cleaned ليه؟ لان didn't بيجي بعدها مصدر. اوعى تنسى النقطه دي. هنا بقى لو عايز اسال بهل ببدأ بدid. طيب did فعل مساعد، انت كنت قايل لنا فعل مساعد فاعل صح، فعل مساعد فاعل، بس الفعل بيكون ايه؟ في المصدر. ليه يا مستر؟ عشان did معاه فعل في المصدر. يعني حضرتك كنت لسه قايل لنا didn't معاه فعل في المصدر، ودid برضو معاه فعل في المصدر، وبكمل السؤال عادي. يعني زي ايه مثلا؟ did you clean the room؟ أنا بسأل على الجملة اللي فاتت. Did you clean the room؟ هل أنت نظفت الغرفة؟ بص did معاها clean في المصدر، ده اللي أنا عايزك تبقى عارفه. did معاها مصدر. طبعا الإجابة yes or no. yes وبعكس. yes I did. ليه قلنا I؟ عشان يو بتتحول ل I في الإجابة. ولو no طبعا بنفي did. no I didn't. ما فيهاش مشكلة خالص. did أحمد buy a car؟ هل أحمد اشترى عربية؟ بص did. شايف did؟ شايف معاها مصدر إزاي؟ معاش تصريف تاني. yes he did أو no he didn't. أحمد طبعا بتتحول لهي عادي. yes he did أو no he didn't. طيب لو بسأل بقى بأداة استفهام، تعال نسأل بأداة استفهام. أداة استفهام فعل مساعد فاعل، ده تكوين السؤال. أدي أداة استفهام. الفعل المساعد هيكون هنا did. خد بالك من النقطة دي. ليه؟ لأن أنا بتكلم في الماضي البسيط وبعدها فاعل. طب والفعل؟ الفعل في المصدر برضو. ليه يا مستر؟ أنت كنت قايل لنا على did لما بيكون في الأول. لا ما تربطهاش بالطريقة دي. اربطها ان did موجودة الفعل لازم يتحط في المصدر طالما did موجودة. طيب هنا what did you buy yesterday؟ يعني انت اشتريت ايه امبارح؟ بص على did، بص على الفعل هتلاقيه في المصدر.
خلي بالك في الامتحان ممكن يروح جاي كاتب لك دي ايه؟ دي بوت، تصريف تاني، ويقول لك ايه صحح، يعمل لك كده 2 كوتيشن كده ويقول لك صحح. انت بص كده على الفعل المساعد هتلاقي ديد معاها مصدر، يبقى هنختار ايه؟ باي. ركز قوي في النقطه دي. طبعا لو الاجابه هجاوب عليها انت اشتريت ايه امبارح، هقول له اي بوت ا نيو بوك، انا اشتريت كتاب جديد. طب واحد هيقول لي حضرتك ليه كتبت بوت؟ لان دي جمله مثبته. احنا قلنا دي سؤال، في السؤال بحط مصدر وفي النفي بحط مصدر، لكن في الجمله المثبته بحط تصريف تاني. في الجمله المثبته اي بوت ا نيو بوك. طب لو واحد عايز يقول لي مثلا انا ما اشتريتش كتاب بقى، لا لو عايز بقى، لو واحد يقول بقى، لو عايز مثلا، لو انت عايز تنفي دي، لو انت عايز تنفي الجمله دي هتقول اي زي ما احنا متعودين دلوقتي didn't عادي didn't والمصدر والمصدر هجيب المصدر من باي هتبقى ايه؟ هجيب المصدر من بوت هتبقى ايه؟ هتبقى باي، واكمل عادي a new book yesterday. طيب مع verb to be اللي هم مين؟ am و is و are و was و were. طب احنا هنجيبوا am و is و are، هنجيبهم ليه؟ مش am و is و are دول في المضارع، احنا دلوقتي في الماضي البسيط، يبقى هنستخدم was و were. طيب was بتيجي مع مين؟ احنا كنا واخدينها في الترم الاول على فكره، بتيجي مع I وهي وشي وات واي اسم مفرد سنجولار. طبعا was و wasn't، مش was بس. طيب were و weren't بيجوا مع مين؟ بيجوا مع we و you و they واي اسم plural جمع. طيب يا مستر احنا مش كنا بنقوله I و we و you و they؟ يبقى انت كده نسيت اللي احنا كنا بنقوله في الترم الاول. احنا قلنا مع was ومع were I بتسيب شله الجمع وبتروح لشله مين؟ لشله المفرد. مع was و were بس يا مستر هنا الجملة هتبقى عاملة ازاي؟ she was at home. she was at home. طب يا مستر هو مفيش أفعال هنا، ما هي was و were لما بيجوا مع الماضي البسيط بيجوا كجست، كضيوف، يعني كضيف. أنت جاي كضيف، أنت جاي ضيف عندي، فما ينفعش تجيب أفعال معاك، فاحنا بنقوله بنستخدمه كفعل أساسي عادي. she was at home يعني هي كانت في البيت. طب لو عايز انفيها، لا دي نفيها سهل بقى، طالما عندي الفعل المساعد بنفيه على طول. she wasn't at home بخش على was بخليها wasn't. طب ولو were بتبقى weren't طبعا. اهم حاجه بس عايزك تبقى عارفه ان was و wasn't بيجوا مع I وهي وشي وات واي اسم singular مفرد، ووي ويو وذي واي اسم plural بيجي معاهم were او weren't. طيب السؤال بهل بقى مع verb to be، احنا كنا قايلين السؤال بهل كان بدid. طيب مع verb to be بقى، ما هو اكيد يا was يا were، وبيجي معاهم فاعل وبعدها باقي الجمله. ازاي يا مستر هو مش المفروض فعل مساعد فاعل؟ ما احنا قلنا was و were جايين ضيوف معانا، ما ينفعش يجي افعال معاهم لان دول اصلا بيجوا مع الماضي المستمر، فبالتالي لو حطيت فعل هحط له اي ان جي وهلاقي نفسي طلعت بره الزمن خالص، فالدنيا هتبوظ خالص. طيب هنا الشكل بيبقى عامل ازاي؟ was he at home، هل هو كان في البيت؟ لو يس وبعكس دي مكان دي ودي مكان دي، yes he was أو no he wasn't. were you at the zoo، هل انت كنت في الحديقة؟ يا حضرتك ليه كتبت were يا مستر؟ علشان you، احنا قلنا were بتيجي مع شلة الجمع. طيب yes I was، ليه I was يا مستر؟ انا عارف ان you بتتحول ل I، ماشي تمام، ليه was بقى؟ مش المفروض دي تروح هنا؟ هي المفروض تروح هنا بس احنا قلنا I ما بيجيش معاها were، بيجي معاها was، وبالتالي دي الحالة الوحيدة اللي بغير were بخليها was، لكن الطبيعي بتنزل زي ما هي. no I wasn't، I طبعا ما ينفعش نقول I were، بنقوله I was. لو سؤال بقى عادي where was أحمد last night، مفيش أفعال يا مستر، ما احنا قلنا إن was جاية كضيف معانا. where was أحمد last night، هو كان فين أحمد last night؟ هقول له he was at home، هو كان في البيت، مفيش أفعال بنستخدمها. طيب الاختصار بقى بتاع الموضوع اللي أنا حكيته ده بتاع الماضي البسيط بقى، ركز معايا بقى عشان أجيب لك هنا إيه اختصار كل اللي أنا قلته في الدرس. did و didn't معاهم مصدر، شكرا. شفت did في بداية سؤال أو في قبله question word زي why و where و how وأي حاجة، طالما في did موجودة يبقى مصدر، طالما في didn't موجودة يبقى برضو مصدر. لو شفت in the past last ago in yesterday بتحط التصريف التاني في الجملة المثبتة. خلي بالك في الجملة المثبتة، يعني ما تلاقيش yesterday وفي didn't وتقول لي احط تصريف تاني، لا طالما في didn't معاها مصدر. ومع was و wasn't بناخد I وهي وشي وات واي اسم مفرد.
ومع were و weren't بناخد we و you و they واي اسم ايه plural جمع. لو انت بقى كنت مركز معايا جدا هتبدأ تحل الاسئلة دي بكل سهولة. Ali be at the museum yesterday. طيب هنا بي دي معناها ايه؟ معناها حاجة من الخمسة. بي بص بي لما تجيلك ما بين قوسين عشان في طلبة بيتلخبط، معناها am او is او are او was او were. الفيرب تو بي الخمسة الحلوين دول. طب انا بيقول لي yesterday في الاخر، طبعا am و is و are دول مضارع هستبعدهم، مع السلامة شكرا ليكم. طب قدامي was و were. طب بص على الفاعل علي ده ايه؟ ده مفرد، المفرد بياخد was، يبقى انا جاي كاتب له was وانا كلي ثقة. Where did you went yesterday؟ اين ذهبت امبارح؟ طيب بص كده على الفعل المساعد عينك عليه did. did معاها مصدر يا مستر، شكرا جدا، يبقى وانت هترجع للانفينيتيف بتاعها هيبقى ايه؟ هيبقى go. I didn't swim well yesterday. انا ما عمتش كويس امبارح. في yesterday ماشي، في didn't ايه؟ حضرتك قلت لي did او didn't معاهم مصدر، ممتاز، يبقى هرجع دي للمصدر بتاعها swim. لازم تكون عارف تصريفات الافعال عشان تعرف تحل في المضارع البسيط. I play with my friends yesterday. انا لعبت مع اصدقائي امبارح. yesterday اهي، يبقى عايزه تصريف تاني، يبقى play هتبقى ايه؟ هتبقى played، عشان في in the past last ago in yesterday بحط التصريف التاني. ولو انت وصلت للمرحلة دي يبقى انت طالب وطالبة جامدين جدا جدا، وبقول لك الف مبروك، انت كده اول جرامر معاك بكل التريكات اللي فيها، وان شاء الله باقي الجرامر هشرحها لكم في الفيديوهات اللي جاية باذن الله. طول الترم التاني معاكم الجرامر اسهل حاجة في الانجليش. بالتوفيق يا رب.